هل يمكن لزر واحد أن يعطل جيشا كاملا؟ هذا ليس خيالا، بل قوة الحرب الإلكترونية. هل المغرب مستعد ليكون قوة إلكترونية لا تقهر؟ المغرب قرر نشر كتائب حرب إلكترونية متطورة في مناطق استراتيجية قرب سبتة ومليلية المحتلتين. هذه الوحدات تستخدم تقنيات تشويش حديثة قادرة على إضعاف الأنظمة الدفاعية للخصوم وتعطيل راداراتهم. حسب صحيفة لارثون الإسبانية، فإن هذه الوحدات ستتمركز في شمال المغرب لتعزيز أمن المملكة وحماية حدودها. وحدات مماثلة تم نشرها بالصحراء المغربية، مما يعكس استراتيجية شاملة لتقوية القدرات الدفاعية. في الحروب الحديثة لم يعد النصر مرتبطا فقط بالأسلحة التقليدية، بل أصبحت التقنيات الإلكترونية عاملا حاسما. المغرب يستثمر بقوة في هذا المجال ليكون مستعدا لأي تهديد مستقبلي. هذا التحرك يعكس رؤية المملكة لتطوير جيشها وجعله قوة إقليمية رائدة. فهل تعتقد أن الحرب الإلكترونية هي مفتاح الحروب المستقبلية؟ اكتب رأيك في التعليقات. هل تعتقد أن المغرب قادر على أن يصبح قوة إقليمية في الحرب الإلكترونية؟